ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده حلقة جديدة بعنوان ماذا يحتاجه فريق تشيلسي عشان يكمل منافسة على التوب فور. فيلا بينا. بدايتنا كده، ايه اللي محتاجه فريق تشيلسي؟ اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم بص سريع على السكواد. يبقى عندنا حراسة المرمى حارسين، هو روبرت سانشيز الحارس الغير امين بالمره، ويورجنسون. الثلاثه الباقيين كيبا وبيتروفيتش ده كل الثلاثه دول اعراض. تيجي بقى في مركز الباك رايت عندك مالو جوستو وريسي جيمس وساعات اكسل ديساسي. والسنتر باكس عندك اتشيمبونج وكولويل وويزلي فوفانا وبادياشيل وديساسي برضه. وعندك في الباك ليفت تشيلويل وكوكوريا وريناتو فيجا. طبعا تشيلويل كده كده مغضوبين عليهم من ماريسكا فمش هنحسبه. نيجي بقى في نص الملعب عندك كاسادي، ده لعيب ايطالي عنده تقريبا 18 سنه، صغير في السن بس ما بيلعبش. وعندك انزو فرنانديز وكايسيدو وروميو لافيا ودوشبيري هول وكول بالمر. ده نص الملعب بتاعك. وعندك وينجات، عندك الدايخ ابن الدايخة نونو مادويكي وبيدرو نيتو. وعندك في الليفت ميخائيلو مودريك و جيدون سانشو. وعندك في الهجوم عندك 3 نيكولاس جاكسون، عندك 4 نيكولاس جاكسون وكريستوفر انكونكو وماركو جويو وديفيد واشنطن. ده كده يبقى السكواد بتاعك الحالي. طبعا سكواد ممكن اقول لك سكواد نوتنجهام فورست ممكن يكون اتقل منه. ليه؟ تعالى نتكلم اسماء. عندك واحد زي روبرت سانشيز حارس غير امين بالمره. كل اسبوع كل شهر او كل جوله او بيطلع هو تصدي الجوله، بس هو كحارس حارس بعرفش يطلع برجله. غلطاته كتير قوي بطريقه غبيه، بيغلط بطريقه غبيه وبيجي فيه جوان كارثيه. ويورجنسون حارس كويس بس للاسف ما بياخدش فرصه خالص في الدوري. وكباك رايت بقى عندك طبعا الزجاجي ريسي جيمس، فده طبعا لا يعتمد عليه بالمره. احنا محتاجين باك رايت ضروري، ان ولا هو ولا ديساسي ينفعه ولا ريسي جيمس. خلاص انا من رايي ان هو كده بطل بالاصابه المزمنه اللي بتجيله كل شويه. واكسل ديساسي ده ولا ينفع باك رايت ولا ينفع مدافع ولا ينفع اي حاجه في الدنيا. هو شكله جته ويخوف بس اقسم بالله عبط السنين. فاحنا كده محتاجين باك رايت مع مالو جوستو. يعني مش كان في اوبشنز كتير، يعني انت ممكن تروح تجيب اولا اينا من نوتنجهام مثلا، ده لعيب صغير عنده 25 سنه. هاته قعدوا مع مالو جوستو، يبقى في تبديل في المركز ده، يبقى فيه منافسه. لكن معلش مالو جوستو طبعا ما هو هيجي له وقت منفض اصلا. يعني مين هيقعدوا ريس جيمس المصاب ولا هيقعدوا ديزاسي المضحك؟ فاكيد اي مركز مفهوش تنافسيه حتى لو كان اللي بيلعب ده لعيب توب فورم برضه هيجي له وقت ويخس يقول لك يا عم انا كده كده ما بعملش حاجه وهلعب برضه. فلازم باك رايت مكان ريس جيمس مع مالو جوستو. ايه مثلا اوبشنز غير اولا اينا؟ اسف انك ما عندكش دلوقتي غير اوبشنز غير اولا اينا. الاوبشنز قليله، اوبشنز جدا جدا قليله، انك مش هتعرف تجيب حاجه في يناير بالذات. الباك رايتس دلوقتي الحلوين قليلين جدا جدا. يعني انت ممكن تروح ترجع تجيب طارق لمتي تاني من برايتون بعد ما مشيته، بس طبعا برايتون مش هتفرط فيه مع انه ما بيلعبش. هي كده، بس برايتون مش هتفرط فيه. مفيش حد هيفرط في الاحتياطي بتاعه او الاساسي بتاعه غير بقى لما تدخل تكيش جامد. طبعا احنا عارفين توت بولي مجنون ازاي. فانا ما حبيتش ان احنا نجيب باك رايت بالذات في يناير، لان احنا ندفع كتير على الفاضي، كتير على الفاضي. نيجي بقى ايه لصف الدفاع منتن. قسما بالله احنا عندنا صف دفاع عايز الحرب. خط دفاع قسما بالله خط فودافون انضف منه. كل كده الحلقه الثابته في دفاع تشيلسي
دي ما فيهاش خلاف، دي ما حدش يقدر يبقى في خلاف عليه خالص. كله الحاله الثابته في دفاع تشيلسي كلها هو ماركو كوكوريا. بس بتكلم دلوقتي على السنتر باك، فهو كولوي ولا بادياشيلي ولا ديساسي ولا ويسلي فوفانا ينفعوا يبقوا دفاع لفرقه بتنافس على التوب فور، وفيما بعد الموسم الجاي واللي بعده هنبقى بننافس على الدوري. اللي احنا بسبب دفاعنا ده احنا كان زماننا دلوقتي قريبين من ليفربول فرق نقطه، بس بسبب دفاعنا والحارس بتاعنا المتخلف احنا بنقع، احنا كمان وقعنا بقينا مركز رابع دلوقتي. كل ده بسبب فاهم غلطات دفاعيه. احنا عندنا مشاكل هجوميه برضو، بس الدفاع يعني الدفاع بنسبه كبيره هو السبب. يعني دلوقتي انت مشيت ماركو جويو، انت راجع دلوقتي تتفاوض مع كريستال بالاس 60 مليون عشان ترجع ماركو جويو. يا عم كان عندك، يعني هو كان عندك، ليه بقى بتبيعه وترجع تتحايل على الفرقه اللي انا عايزه زي ما بتعمل مع توموري دلوقتي، وزي ما كنت بتعمل زمان مع باكايوكو. انا ما بتكلمش على توت بوي، انا بتكلم عموما. انت عملتها مع لعيبه كتير قوي بعد ما مشيت، زي ما عملت مع هازارد لما كان في مدريد قلت لا انا عايز ارجعه تاني. بتبيع من الاول ليه؟ يعني انت بتبيع معلش واحد زي ماركو جويو ده يقعد اي بني ادم عندك في الفرقه، اي حد يقعد ديساسي. يا جدعان ديساسي بادياشيل دول اقسم بالله العظيم فضيحه. الاثنين جايين من موناكو، قسما بالله الاثنين ما عندهمش اساسيات الدفاع. هم بس فكره ان هم جته وفرنساويين وسود. هو توت بويلي يعشق الزنوج، معرفش بيعشق الزنوج ليه البني ادم ده، بس هو توت بويلي يعشق الزنوج ويعشق الفرنسيين. عندنا كميه فرنسيين في الفرقه مش طبيعيه. يعني عندنا في فرنساوي كمان اسمه يوجو تشوكوكو، اسم غريب قوي، فرنساوي برضه اسود وعامل دريدز وحاجات غريبه قوي. بجد مش فاهم بني ادم ده بقى يعني ماله مال الفرنسيين، ماله مال الزنوج. الفرقه كلها بقت زنوج ما عدا كول بالمر وسانشو وبيدرو نيتو اللي هو في يا اسطى اشمعنى؟ ما علينا. فصفقه ماركو جويو لازم تتم، صفقه ماركو جويو لازم تتم مليون في الميه. باك ليفت ماركو كوريا مأدي الغرض جدا. ريناتو فيجا عامل سيزون لحد دلوقتي كويس مقبول. هو يعني ممكن اقول لك الباك ليفت اللي استغنى عنه شويه، لان يعني عندنا في اتنين، واحد جامد جدا اللي هو كوكوريا وعندنا بديل كويس. فالباك ليفت مش هنبقى محتاجين منه حاجه. ونص الملعب هكذا، كايسيدو اون فاير، روميو لافيا جامد، انزو فرنانديز عامل نص سيزون تحفه، كول بالمر حدث ولا حرج. فكنص ملعب لا احنا مش محتاجين حاجه. ودوش بيرولا على فكره لعيب جامد، لعيب جامد جدا، بس هو تقريبا ماريسكا مش عارف يوظفه في تشيلسي، فهو معروض عليه دلوقتي عرض في وست هام كاعاره ويرجع لنا اخر الموسم. بس انا بقول ان ده مش هيحصل، لان احنا محتاجين كل اللعيبه في الفرقه، يعني بالذات لعيبه نص ملعب روديرو مونتري ميزان. يعني هو ماريسكا لعبه كله على نص ملعب بيعرف يمسك كوره، فصعب ان دوش بيري هول يطلع، صعب جدا ان هو يطلع، بالذات لما يبقى يعني بالذات ان عندنا كلهم كويره، ان نص ملعب كلها كويره، فحد هيتصاب يبقى فيه الريبليسمنت بتاعه. يعني لما لافيا اتصاب في الريبليسمنت بتاعه انزو، لما انزو اتصاب بقى بيلعب لافيا وكايسيدو، لما انزو رجع بقى بيبدل سواء كايسيدو انزو او لا او كايسيدو لافيا. كده كده كايسيدو ده الثابت، وبقيت نص ملعب بيبدلوا عليه. يعني بص الحجر الاساس بتاعنا مين في نص الملعب؟ كايسيدو، بالمر، دول لا يمس بيهم. كايسيدو بالمر محدش دول الاثنين ثابتين وبيبني عليهم التشكيله كلها عموما. كده يبقى عندنا كايسيدو انزو او كايسيدو لافيا قدامهم بالمر. فنص الملعب بتاعنا تمام، مش محتاجين حاجه دلوقتي خالص. نص الملعب بتاعنا تمام جدا. الوينجات احنا محتاجين وينج رايت 100%، محتاجين وينج رايت، لان المصدع نونو مادوكي ده ما ينفعش. مادويكي اخره لعيب دكه، مادويكي لعيب مهاري تمام، بس مش اللعيب اللي يجيب لك اجوان، مش اللعيب اللي يجيب لك اسيست. مادويكي اناني جدا لدرجه ان هو بيضيع علينا هجمات ما ينفعش تضيع وبتخسرنا النقط. فهي هتبقى بيدرو نيتو يمين، سانشو شمال. طبعا محتاجين وينج ليفت برضو، ان مودريك ده مش نافع، كده مش نافع مودريك. فيبقى بيدرو نيتو وسانشو،
طبعا نيكولاس جاكسون. نيكولاس جاكسون محتاجين نجيب مكانه مهاجم، فهو غالبا هيبقى جيوكيرس. هيبقى مين؟ فهيبقى جيوكيرس. ليه؟ ان جيوكيرس دلوقتي انسب مهاجم يجي لك، هو حرفيا المهاجم اللي هيجيب لك ال 25 30 جون في الموسم. وغير كده هو عنده شرط جزائي في عقده ب 59 مليون استرليني، فانت تخش تكسر الشرط الجزائي فعلا 60 او 65 مليون وخده دلوقتي. ليه؟ لان ليفربول بتفكر فيه، ارسنال بتفكر فيه، السيتي قالوا اشاعات معاه هو وعمر مرموش، برشلونة بتفكر فيه، فالعين عليه زحمة، جيوكيرس عليه زحمة. انت خش اكسر شرط الجزائي خده. لان هقول لك حاجه معلش، النقطه اللي احنا وقعناها دي، يعني النقطه قدام كريستال بالاس، كايسيد جاكسون مضيع اهم فرصتين عندك. ماتش ابسويتش كايسيدو مضيع اهم فرصتين عندك. ماتش بورنموث مضيع 3 كور. ماتش ليفربول كان مضيع. ماتش ارسنال كان مضيع. فلا، اسف، جاكسون ما ينفعش يبقى هو ده المهاجم الاساسي بتاعك. ومارك جويو ما ينفعش يبقى ده المهاجم الاحتياطي. انت لازم تجيب مهاجم اساسي تقيل وتسيب ماركو جويو معاه. يعني جاكسون ده يتباع، يا يقعد دكه بقى، يا يقعد دكه ويتقبل ان في حد يقعده دكه. لان كونكو كده كده باريس دلوقتي عرض على تشيلسي 50 مليون. يا تشيلسي تاخد كولو مواني ويديهم انكونكو صفقه تبادليه. فطبعا الكلام ده مش ما فيش منه. يعني انا بالنسبه لي وبالنسبه لتشيلسي كولو مواني مهاجم مش ده اللي هينفع معانا. هو انت بيع انكونكو لبي جي وبفلوسه اللي هتجيبها زود عليها وروح اكسر عقد جيوكيرس. بس كده يا شباب، كده تبقى الحلقه خلصت. يا رب تكون عجبتكم، ما تنساش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.